ازاي تطلع البورتريه بتاعك على الخشب بالطريقة دي وبالشكل ده والحفر دوت؟ تعالى نعرف ازاي نعمل. في البداية عملت التصميم ده على الفوتوشوب عشان يكون كويس معايا لما يتحفر على الخشب ويكون شكله حلو. ومحتاجين نجيب الخشبة بتاعتنا، بس الخشبة لازم لما تجيبها لازم تتصنفر كويس عشان ما تظهرش معاك أي مشاكل أثناء الحفر أو الطباعة. فمحتاج تصنفرها ومحتاج الخشبة تكون نظيفة ومفيهاش أي عقد. هتجيب مركز، أي مركز لونه أسود يعني، تمام، عشان تتن بيه الخشبة بس. فنرشه كويس، بعد كده تحطه في أي حاجة عشان إيه تتن بيه الخشبة. بعد ما تفضي المركز هتجيب فرشة كبيرة، وبعد كده إيه هتاخد لون منها، وبعد كده إيه هتجيب الخشبة بتاعتك وهتبتدي تتن. بس تخلي بالك وانت بتتن ان اللون ما يتجلش منك، عشان وانت بتحفر ايه الدنيا ما تبص منك. وبعد ما دهنا الخشبة نستنى ان الخشبة تنشف، وتتأكد ان انت حاططها على سطح مستوي وهي بتنشف عشان ما تتجوزش منك وايه يحصل معاك مشاكل وانت شغال. بعد كده بعد ما تنشف هنجيب الكربون الابيض بتاعنا. بعد ما تنشف هنجيب الكربون الابيض بتاعنا عشان هنلزقه على الخشبة. وبعدها هنروح نحطه في جيل التصميم. هنحط التصميم بتاعنا فوق الخشبة، تمام، فيبقى التصميم وتحت الكربونة. بعد كده هننزل التصميم بتاعنا على الخشبة ونبدأ حفرنا بقى ايه، هسيبها تنشف والدنيا دي كلها، وهنلزق الكربون ونشف ونرجع نشوف بقى ايه هنعمل ايه. هنفتح بقى الصورة بتاعتنا على الفوتوشوب، ومن قائمة ايمج هنختار مود، وهنختار تاني واحدة دي هنقول له فلاتنج، هيخلي كل اللاير واحد ويحولها لي ابيض واسود. بعد كده برضو من قائمة ايمج تاني هختار مود وهختار اول واحدة. من القائمة دي بظبط الاعداد بتاعتي، ومن هنا بختار هالف تون سكرين وبخلي الرقم ده 300 زي ما هو. بعد ما بظبط دول بقول له اوكي، فبيفتح معايا القائمة التانية دي. وبختار هنا لاين عشان عايزها خطوط، واللي فوق دي أول واحدة دي عدد الخطوط، ودي الزاوية بتاعتي، عايزها 90 درجة، عايزها بالعرض، عايزها 45، براحتك. وبتظبط عدد الخطوط. في النهاية بتلاقيها اتحللت معانا ايه بالشكل ده. بعد بقى ايه ما نزلنا التصميم بتاعنا، بعد ما ثبتنا التصميم ونزلناه على الخشبة وكده، نبتدي بقى ايه نشيل الليلة دي عشان نشوف التصميم نزل ولا منزلش ولا ايه الحكاية دي بقى. ايه التصميم بتاعنا نزل كامل الحمد لله يعني، بس بكل تفاصيله مية مية كده. ايه هنقدر نبدأ حفر بقى ايه ونتوكل في الليلة السوداء دي. هنا بقى نبتدي نجيب التولز اللي احنا بنحفر بيها على الخشب. وفي 3 أنواع من التولز اللي بنستخدمها في الحفر على الخشب. في التولز اللي أنا بستخدمها دي واللي هي بتكون اسمها سبيد بول، وفي تولز تاني اللي هي الإنجليزي، وفي تولز سمير وعلي. الإنجليزي شبه دي برضو، بيبقى يد ومعاه الأسلحة بتاعته والسلاح بيتفك ويتغير. الإنجليزي نفس الموضوع. وفي اللي هي سمير وعلي دي بيبقى كل سلاح لوحده يعني. هي الأفضل يعني، حلوة سمير وعلي وحلوة السبيد بول. الإنجليزي الأسلحة بتاعتها مش حد أوي، مش أفضل شيء يعني الإنجليزي، بس هي حلوة برضه، هتجيبها هتشتغل معاك، هتبقى شغالة معاك كويس. وبعد كده واحنا بنحفر بقى بنمشي مع ألياف الخشب، عشان هو الخشب ده بيكون 3 طبقات. الأبلكاش بيكون فيه طبقة في النص دي يا إما بتكون طول يا عرض، والوشين التانيين لو هي اللي في النص طول يبقى الوشين التانيين عرض. فأنا بقى بمشي مع ألياف الخشب عشان يكون أسهل معايا في الحفر والحفر يكون أحسن. فدايما تحفر مع الاتجاه بتاعها، ولو عكس الاتجاه هنشوفها قدام في الكتابات لما هاجي أحفرها هنمشي مع الألياف وعكس الألياف. فدايما بقى إيه بنقعد بنحدد حواليها. احنا كنت خلصت الجزء ده، فهبدأ بقى إيه في الكتابات دي اللي في الظهر. فبجيب سلاح القطر. في الأول كنت بحفر عادي، فكانت الدنيا ابتدى الخشب بيتكسر، فجبت سلاح القطر ده وبحدد حوالين الخشب، بحدد حواليه عشان الخشب ما يتكسرش مني. ودايما لما نيجي نحفر حاجة عكس الألياف بحفر الطول الأول. يعني هو الألياف هنا بالعرض، فأنا كنت بحفر الطول الأول، بعد كده أحفر العرض، وفي الآخر بنصنفر التري بتاعنا من أي شوائب وخلاص. بس وكتبت اسمي وكده إيه بتكون يعني حفرت الدنيا دي بس. ولو مهتم بالمحتوى ده اعمل لي فولو